السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اشتراك لو انت مش مشترك في القناة، ولايك، ويا ريت بعد اذنك لو الفيديو عجبك تعمل له مشاركة. من كام اسبوع في احد فيديوهات اسلام مهدي طلع وقال لك احنا اتزملكنا. يعني ايه اتزملكنا؟ يعني بالمختصر المفيد، جماهير نادي الزمالك واعلاميين نادي الزمالك بيطلعوا يجرجروك ويشدوك لمنطقة احنا مش محتاجينها او مش عايزين نروحها، او احنا ما ينفعش نكون فيها. زي ايه؟ انه يجادل معاك ويتناقش معاك في حكام وفي لعبة وفي لمسة يد وفي نادي القرن وزيزو ومش عارف وايه، وحاول يطلع هو مشاكل من عنده ويصدرها ويتكلم فيها، وانت تطلع تبرر وتقول كذا وتقول كذا وتقول وتحاول تفهم ده وتتكلم مع ده. انت فاهم؟ فهو بيجيبك لمنطقته، او ان انت بعد كده تطلع من غير ما هو يتكلم وتطلع تقول وتتكلم بنفس الاسلوب، بعض الجماهير يعني بنفس الاسلوب اللي هو بيمشي عليه او بيتكلم فيه. ودي مش عادتنا احنا كناس مشجعين للنادي الاهلي وكجماهير للنادي الاهلي، ما بنعملش الكلام ده ولا اتعودنا على الحاجات دي. عشان يطلع مثلا كل شوية اعلامي او صحفي او مشجع لنادي الزمالك يقول لك مش عارف الزمالك ايه والزمالك كذا والمعلق الفلاني والحكم وكذا والمؤامرة والزمالك، ويدخلك في متاهات، وتطلع انت في ناس تطلع ترد وتتكلم وتحاول تفهمه وتحاول وتناقشه. يا عم انت تعب نفسك ليه معاه؟ يعني هو مثلا ليه 25 سنة بيطلعوا يتكلموا في نادي القرن. انا اصلا بستغرب ازاي الناس اللي بتطلع مثلا مع مثلا كابتن خالد الغندور في برنامج، وكان في فتره كده من الفترات بيتكلم عن نادي القرن ومش عارف ايه، ويطلع يتكلم والناس تتناقش معاه. يا عم انت تعب نفسك ليه؟ يا عم سيبه، هو حر، سيبه باللي عنده بتفكيره بالجو المغامرات اللي هو عايش فيه بالحاجات دي كلها. هو خلاص هو مش هيقتنع بكلامك، مهما تقول له ومهما تعد له ومهما تفهمه مش هيقتنع بحاجه. فخليه هو في الجو بتاعه، باللي مؤمن بيه وعايش بيه بافكاره اللي هو شايفها مناسبة ليه ومناسبة للنادي بتاعه ومناسبة للجماهير بتاعته. وخليك انت في اللي انت فيه، خليك انت في ناديك، في نظامك اللي انت ماشي بيه، في دعمك لفريقك. لكن انت بتطلع وتتجرجر وتشد معاه يا عم خلاص بقى فكك من الجو ده. مش احنا الاهلاويه اللي هنعمل الكلام ده، ولا هنروح للمنطقة دي. يعني خلاص زي مثلا موضوع زيزو، ده مسلمش مش عارف على كذا، ده رفض يسلم، ده كده غلط، ده كده مش عارف ايه، ده كده. يا عمي الراجل، كنت فين انت؟ كنت فين انت كاعلامي مثلا او صحفي او من الجماهير يوم ما شالوا صورة زيزو وداسوا عليها برجليهم واتكلموا وشتموا في زيزو؟ كنت فين لما شتموه في ماتش بيراميدز في السوبر اللي فات ده على طول من كام يوم؟ كنت فين لما جماهير كانت بتشتمه بمراته وابوه وامه وولاده وخاضوا في عرضه؟ كنت فين؟ ما طلعتش ليه واتكلمت وقلت يا جماعة ان ده غلط؟ جاي تعتب على زيزو عشان ما سلمش على اسمه ده بتاع الزمالك؟ ما هو طبعا اي شخص طبيعي بديهي عنده عقل وعنده نخوة وكرامة مش هيسلم عليه، لانه هو شايف ان هو السبب في اللي حصل لزيزو من هجوم نادي الزمالك، جماهير الزمالك عليه. الناس تطلع والاعلام وكل واحد يقول كلمة بقى وينزل ده ما سلمش ده مش عارف ايه. كنت فين انت يوم ما كان بيتشتم ويتهان ويتهزق يا مهزأ؟ كنت فين؟ ما طلعتش بررت ليه؟ ما قلتش كده غلط ليه؟ ما اتكلمتش ليه؟ يعني انا يعني انا ما شفتش غير ابراهيم فايق اللي اتكلم في موضوع الاساءه لزيزو والكلام ده كله، والصوره اللي داسوا عليها برجليهم وشالوها من نادي الزمالك والحوارات اللي حصلت دي. جاي دلوقتي تعتب على زيزو انه سلم انه ما سلمش؟ انت مجنون. عنه ما سلم مش هيسلم عليه. وبعدين دي حاجه شخصيه، يعني واحد جاي شتمك بابوك وامك وقوم الناس عليك وكاني وماني ومش عارف ايه وبتاع، والمفروض عليا ان انا اروح اخده بالحضن واسلم عليه. ده لو سلم عليه يبقى زيزو يبقى غلطان ويزعل ويتفلي ويخبط دماغه في الحيط، نعمل له ايه؟ وبعدين دي حاجه شخصيه، سلم ولا يسلم يعمل له ايه يعني؟
انتوا مغيبين، انتوا مجانين. ايه ده؟ والناس تكتب من امبارح والدنيا مقلوبه في ايه؟ احنا فاضيين للدرجه دي عشان نتكلم يعني الناس في الاستوديو التحليلي كانت عاملاه قناه ابو ظبي، والاستاذ يعقوب السعدي، وقعد يتكلم بقى يستغرب رد فعل الاعلاميين الناس اللي معاه الضيوف على حاجات. يقول له الزمالك اقل مدرب، يقول لك ايه؟ طب ما الاهلي اقل مدرب. يا عم انا بكلمك في ناديك. انتوا ليه بتتكلموا في حاجات وبتروحوا النقط؟ الكره المصريه بقى وضعها غريب. الاعلام والصحفيين والناس بقت حاجه صعبه والله. وبنرجع بقى نشتكي هو ليه مش عارف مستوى الكوره كذا. يا عم هو انت بتتكلم اصلا في كوره؟ الدنيا بتقلب الدنيا كلها عشان اللي سلم واللي اتكلم واللي راح والحكم والمعلق مش عارف هل زيزو مش عارف ايه. المعلق ايه اللي السبب؟ ده احنا شفنا كلام من المعلقين احنا كاهلاويه. يعني ده بلال علام ده فين؟ وسيدي بن شرقي ومش عارف ايه، والدوري في صعوبة، الدوري في صعوبة. ايه يا عم؟ ولا طلعنا ولا اتكلمنا ولا شتمنا ولا اعترضنا في ايه؟ بقى حالة الوضع في مصر الكورة، او الناس اللي بتطلع تتكلم في الكورة كاعلام وصحفيين والناس دي كلها بقى حاجة صعبة محدش يتحملها. يا عم اطلع اتكلم في فنيات، اطلع اتكلم في الكورة وخلاص وتمام. الاهلي كان احسن، الزمالك ما كانش موفق، والماتش كذا ومبروك للاهلي وهارد لك للزمالك. اتكلم في فنيات، مين طلع، مين عمل مسباص، مين لعب التكتيكات، الخطوط، المدرب فلان. اتكلم فنيات يا عمي، نسمع كلمتين حلوين نعرف نستفاد منهم. الراجل اللي على قد حاله يعرف يفهم الكرة دي ماشية ازاي ودي رايحة فين ودي جاية منين، الدفاع بيشتغل ازاي، المدرب بيشتغل ازاي، وخلاص وشكرا واقفل. ما تديش للحاجات اكبر من حجمها. وبعدين دايما الفاشل او الناس الفاضية بيكون عندها حاجات عايزة تضيع وقتها وتشغل الناس فيها. يسيب مشكلته الأساسية ويسيب ناديه والفشل اللي هو فيه والقواضي والوقف القيد ومش عارف ايه والكلام ده كله ده، ويجر الناس معاه لحتة تاني خالص. فانت ما تبقاش زيه، ما تروحش وراه. خليه هو، روح يا عم انت عيش في العالم بتاعك مع نفسك، انا ماليش دعوة. مش عارف امتى الناس دي هتفهم. امتى يا جماعة اتكلموا في كورة؟ اتكلم في كذا كلمتين حلوين بتاع نص ساعة ساعة وخلاص، واقفل برنامجك وشكرا. حتى يا ريت من الناس يعني المقدمين البرامج والحاجات دي والناس اللي بيتناقشوا ويتكلموا، لما تطلع في حاجة زي كده وتلاقي رأي أو حاجة غريبة، يا عم قول له خلاص شكرا، يعني وقفه. يعني ما ينفعش تسيبه يتكلم ويقول ويزيد ويعيد، وده يرد وده يرد، وده يكيد في ده، وده مش عارف يقول جملة مش عارف الزمالك في ايه، وده يقول له الأهلي في ايه. ما ينفعش. ايه احنا قاعدين في مصطبة؟ شكرا يا عم لحضراتكم، شكرا لحضراتكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.